هوارد شولتز مؤسس ستاربكس عشان يجمع فلوس لمشروعه سمع كلمة لأ 242 مرة، بس هو كان متعلم الصمود من شغله القديم في شركة زيروكس. عمرك جربت تاخد خطوة في مشروع أو تقدم على شغلانة أو حتى تذاكر مادة صعبة وفشلت قبل كده؟ أكيد حاجة رخمة، وأكيد كمان حسيت إنك قليل أو إن الناس بتبصلك بصة وحشة، صح؟ الحقيقة إن أغلبنا بيخاف من الفشل لدرجة إننا بنخبي خيبتنا عن الناس وبنخبيها كمان عن نفسنا، وده للأسف أكبر غلط، لأنك ما بتعترفش بفشلك، ما بتتعلمش منه، وبدل ما يبقى فشل واحد بيبقوا فشلين. اعمل لايك واشترك في القناة وتعالى نشوف ازاي ده بيحصل. في ناس عشان تهرب من الفشل بتعمل حاجتين، يا إما بيقضوا وقتهم كله في توقع العقبات عشان يتجنبوها، أو يا إما بيختاروا أهداف سهلة ومضمونة. بس خليني أقولك إن الاستراتيجية دي هي الفشل الحقيقي، لأنك كده بتقتل أي فرصة لنجاح حقيقي. لو بصيت على أي حد ناجح في الكوكب هتلاقي عامل مشترك واحد بس، وهي إن كلهم جربوا أهداف صعبة وفشلوا 100 مرة بس كملوا. وخد عندك مثلا جيمس ديسون، الراجل ده قعد 15 سنة من عمره بيجرب وبيعدل وبيطور، رفض أكتر من 5000 تصميم فاشل للمكنسة بتاعته لحد ما وصل للمكنسة الديوال سايكلون سنة 1993 واللي قلبت الموازين. وفي الأدب رواية ذهب مع الريح اترفضت من 38 ناشر، وحتى الكتاب اللي أنا جايب منه الكلام ده المؤلف بيقول إنه اترفض كذا مرة. فان كوخ الفنان اللي لوحاته بتتباع بملايين دلوقتي رسم 860 لوحة، ما باعش منها إلا واحدة بس وهو عايش. حياته كلها كانت فشل تجاري، بس فنه هو اللي عايش. وفي الرياضيات أندرو ويلز قعد 7 سنين عشان يثبت مسألة فيرما، ولما أعلن الحل طلع فيه غلطة ممكن تقتل أي حد، بس هو ما استسلمش، كمل ووصل للحل النهائي وبقى بطل في مجاله. هوارد شولتز مؤسس ستاربكس عشان يجمع فلوس لمشروعه سمع كلمة لأ 242 مرة، بس هو كان متعلم الصمود من شغله القديم في شركة زيروكس. إيبي فاليك مؤسسة جلوبال سيتيزن يير عندها وجهة نظر عبقرية، هي بتعتبر الرفض هدية، ومرشدها نصحها وقال لها انزلي الأرض الواقع واجمعي أكبر عدد ممكن من الرفض. وبالفعل بدأت تسمع الناس بتقول لها لأ وتتعلم من نقدهم وتطور مشروعها. الرفض هنا ما كانش نهاية، كان مصدر معلومات ليها علشان تدرس وتحلل وتطلع بأفضل النتائج. في التكنولوجيا الفشل هو المادة الخام للتطوير. مارك زوكربيرج مش بيقول لموظفينه اوعوا تفشلوا، بالعكس بيقول لهم افشلوا بسرعة، جرب واغلط اتعلم، واغلط غلطة اجدد واحسن المرة الجاية. ونفس الكلام في الأدوية، الباحثين بيقضوا سنين بيفشلوا في تجارب قبل ما يوصلوا لدواء واحد بس شغال. سفرين شوان رئيس شركة روش للأدوية بيعمل حاجة غريبة جدا، بيكرم الفرق اللي فشلت في أبحاثها وبيعمل لهم عزومات وحفلات. فلسفته بتقول إننا لازم نمدح الناس على ال9 مرات اللي فشلوا فيها أكتر من مرة الواحدة اللي نجحوا فيها، وده علشان يحافظ على روحهم المعنوية ويشجعهم يكملوا. ممكن حد يقول يا عم أنا رواقي مش عايز شهرة وفلوس زي الناس دي، أنا عايز راحة بال. هقولك تمام، بس لاحظ حاجتين: أولا فلاسفة كبار زي سينيكا وماركوس أوريليوس حققوا نجاح عالمي وهم رواقيين. ثانيا حتى لو أهداف الناس دي مش بتاعتك فأنت محتاج تتعلم منهم طريقة التعامل مع الفشل. هم اتولدوا أو اتعلموا استراتيجية بتخليهم يقوموا بسرعة. تخيل انك في سباق حواجز معاك خريطة بتقولك هنا في حيطة وهنا في حفرة مية، هل لما تقابل الحيطة هتتخض وتقول يا لهوي؟ طبعا لا، لانك عارف انها موجودة. الفرق هنا في التقطير، الفريمين. الفشل في اي مهمة صعبة هو عقبة مش ازمة، لو اتعورت وانت بتنط دي ازمة، لكن وجود الحيطة نفسها جزء من اللعبة. عشان هدفك الكبير ما يبقاش مرعب زي التخرج من الجامعة او بناء شركة، فككوا الاهداف صغيرة، والأهداف الصغيرة دي لازم تكون أهداف دقيقة. بدل ما تفكر في الشهادة فكر في المحاضرة دي أو الورقة دي، البحث اللي مطلوب. كل خطوة منهم سهلة وموضوع عليها ومحتاجة بس انضباط ذاتي. الموضوع مش محتاج عبقرية، محتاج ذكاء ومثابرة. في النهاية وارد جدا تعمل كل اللي عليك وبرضه ما توصلش لهدفك، لأن كله بتوفيق ربنا، بس وقتها ما تطيش راسك في الأرض وتيأس. انت عملت أقصى ما عندك وده كفاية جدا. افتكر دايما ان في حاجة اوحش بكتير من الفشل في حاجة صعبة، وهي انك ما تحاولش اصلا بسبب الخوف. قول لي بقى، لو ضمنت انك مش هتفشل ايه اول حاجة هتعملها دلوقتي؟ اكتب لي في التعليقات واعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.